كيبدا الفيلم ديالنا بأوليفر اللي عنده مشاكل في النطق، عايش مع باه مايك ومو سارة. واحد النهار وهو باغي ينعس جاه ميساج في التليفون، شويه سمع شي صوت في السفلي ديال الدار، مشى لبيت ماماه ولقاها ناعسه، هبط لتحت ولقى باباه حتى هو ناعس، ومشى للكوزينه ياخد ما يشرب. فاش رجع لبيتو لقى تليفونه مفتوح على قصه سميتها الوحوش الغريبه. في الغلاف ديال القصه كاين وحش سميتو لاري، وهاد الوحش عنده صاحبو كيلعب معاه. شويه بداو الضواو ديال الدار كيطفاو ويشعلوا حتى طفى كلشي في خطره، وبدا اوليفر كيسمع صوت كيخلع غادي وكيقرب منه، ناض كيجري سد الباب دبيتو ورجع كيجري لبلاصتو. فاش شاف لقى الباب رجع تحل بوحدو، عاود مشى سدو وحط من وراه بزاف ديال الحوايج باش ما يعاودش يتحل، ورجع لبلاصتو وهو كيترعد، غطى راسو بالغطا وبدا كيسمع الاصوات وصوت الباب وهو كيتفتح بشويه. تما وقفات عليه ماما. اوليفر تخلع بزاف، خدا تليفونه وبغى يكتب ليها شنو طراليه، هي بقات كتهدن فيه حتى قدر ينعس. الغد ليه فاش فاقو ساره قالت لمايك داكشي اللي طرا لولدهم هاد الليله، وكانت حتى هي خايفه، ولكن مايك ما عطاش اهميه لهادشي وقال ليها غادي يكون غير حلم، ما يمكنش هادشي اللي كتقولي يكون بصح. ومشى كيلعب مع اوليفر. نمشيو مع اوليفر للمدرسه، تما بدا كيرسم في رسوم غريبه ديال الوحوش. الاستاذ جاه تليفون والدراري استغلوا هادشي وبقاو كيتنمروا على اوليفر. فاش خرجوا لبرا هو كان كيلعب في تليفونه، وجا عنده واحد من الدراري وقال له يلاه تلعب معانا، وفاش مشى تحاماو عليه وبقاو كيتنمروا عليه. اوليفر تعصب ولكن ما قادر يدير والو، فخداو منه تليفونه ورموه له بعيد. مشى كيجري يقلب عليه ولكن ما لقاش. جات ماما كتقلب عليه وفاش لقاتو خداتو للطبيبه النفسيه وحاولات تعرف شنو عنده ولكن ما قدراتش. اوليفر كيقدر يدير حاجه وحده وهي كيرسم هذوك الوحوش. الطبيبه قالت لماما خاصو ضروري يدير صحاب جداد باش يقدر يخرج من هذه الحاله النفسيه. وهنا كنشوفو مايك وهو في الخدمه ولقى واحد الصندوق، فاش قلبو لقى فيه ايباد وكان طافيه، فحاول يشعلها. تما بدا الضو كيطفى ويشعل، وعلى برا كنشوفو كاين شي كائن قريب منه ولكن هو ما ردش ليه البال. فاش رجع للدار خدا من عنده اوليفر الايباد وهو فرحان بيها وطلع لبيتو. ماما بحال اللي ما عجبهاش الحال حيت ولدها كيبغي باباه اكثر منها. نرجعوا عند اوليفر، شعل الايباد وهو فرحان بيها. باباه وماما مازال كيتناقشوا على حالته النفسيه وكتقول له راه ما كاينش تحسن. اوليفر مازال كيقلب في الايباد وكان كيلعب بالفلترات ديال الكاميرا. تما بان ليه شي كائن غريب في الشاشه ديالها، هو ما ردش ليه البال وعاود بان من جديد، عاد قدر يشوفه. مشى كيجري حطها في البلاكار ومشى ينعس. في هذا الليل مايك خرج ومشى يكمل خدمته. في الصباح فاق اوليفر وبدا كيتفرج في الايباد وكيفطر. شويه سمع شي حد كيهضر معاه من الايباد، تخلع ولكن كان باغي يعرف شكون هذا اللي هضر معاه. كتب فيها شكون هضر معايا وتسنى حتى عيا ولكن ما جاوبو حد. شويه تفتحات القصه ديال الوحوش وسمع الصوت وقال ليه انا لاري وبغيتك تكون صاحبي حيت انا ما عنديش صحاب. اوليفر تخلع بزاف وبقى غير مصدوم. جات ماماه كتهضر معاه وهو ما كيجاوبش وهي حسب ليها غير مقلق منها. خدا الايباد ومشى خبعاه في الخزنه ديال الدار. ماين اوليفر عيطات على صحابو من المدرسه باش تحاول تخرجوا من حالته وما عرفاتش باللي جابت ليه اللي دخلوه في هذه الحاله. هو غير شافهم بدا كيتسرعد وتوتر بزاف وما قدرش يقول لماماه على شنو طرا ليه. اوليفر بقى خايف بزاف وما حيدش عينيه على الباب ديال الخزنه اللي مخبع فيها الايباد. الدراري يحسوا باللي مخبي شي حاجه تما ومشى واحد منهم وفتحها وبقى كيقلب حتى لقى الايباد. اوليفر حاول يحبسهم وما يفتحوش القصه ولكن غلبوا عليه وتفتحات القصه وخرج منها الصوت ديال لاري كيقول ليهم هذه قصه اوليفر وانا عندي صديق ديالي وما كنبغيش نبان لشي حد من غيره. شويه بداو الضواو كيشعلوا ويطفاو بوحدهم. اوليفر شعل الضو وبقى صاحبو كيقرا مازال وعرف باللي لاري طويل بزاف وهو كائن من عالم واحد اخر. وقبل ما يكمل البولات كاملين تهرسوا وكلهم خافوا. شويه بداو كيسمعوا شي صوت. اوليفر خدا الكاميرا ديال الايباد وبدا كيصور وكيقلب في الدار حتى بان ليه هذاك الكائن وهو طويل بزاف وبيض. الدراري كلهم خافوا ولكن ما تاقوش باللي هذا الشيء صحيح. وبدا واحد فيهم سميتو جون كيقرا في القصه على اساس ان هذا الشيء ماشي حقيقي وغير لعبه، ومشى للبلاصه اللي تصور فيها الكائن وبدا كيقول لهم راه ما كاين والو. شويه تلاحت جهته الطابله وحاصراته، بقى كيغوت بجهده كامل حتى فاقت ماماه.
وجاو الامهات ديال الدراري باش ياخذوا ولادهم. وفاش خرجوا بداو الدراري كيقولوا لساره بلي ولدها اللي دار هادشي كله. فاش دخلات بقات كتغوت عليه وكتقول ليه يشرح ليها هادشي اللي دار. فحاول يشرح ليها بلي هادشي ما منه والو وماشي هو اللي دارو، وتقلق منها حيت ما تيقاتوش. الغد ليه مشى للمدرسه والدراري بقاو كيتلفتوا ليه، ولكن جون ما جاش. ساره جات للدار وجابت معاها بولات جداد باش تبدل هادوك اللي تهرسوا. وفاش بدات كتبدل فيهم خدمات القصه من الايباد وحتى الضو بدا يمشي ويجي تاني. فاش نزلت لتحت لقات البولات تبدلوا وخدموا بوحدهم. ساره تخلعات بزاف وبدات كتسمع صوت خطوات كيقرب وحدها، ولكن ما كاين حد. خدات الموس حيت حساب ليها شي شفار دخل عليها. وفاش بدات كتقول شكون، هنا سمعت صوت من الايباد وبدا كيقول ليها انا لاري وغادي نخطف ولدك ونقتلو. هنا ساره خدات الامور بجديه وخرجات كتجري قصدات المدرسه د ولدها، طمنات على ولدها. وفاش كانوا خارجين صونات عليها ماما جون وقالت ليها ولدي ما بقاش كيهضر ودخل في حاله خايبه بزاف. ديك الساعه مشاو عنده هي واوليفر، وفاش وصلوا بدا جون كيقول ليهم اوليفر ما دار لي والو، هادشي كله بسبب لاري حيت بغاني نكون صاحبه. من بعد رجعات هي وولدها للدار وبداو كيجمعوا حوايجهم حيت قرروا يخويو الدار. وهما كيجمعوا اوليفر شاف الضو شعل في بيته وعرف باللي القصه عاود تفتحات. فاش خدم الكاميرا شاف لاري بقى تابعه حتى دخل تحت الناموسيه وحط ليه واحد البونجه صفراء وغبر. اوليفر خدا هذيك البونجه ومشى عند باباه. ساره عاودات مايك داكشي كله اللي طرا، فخدا اوليفر معاه للخدمه باش يبدل الجو. اوليفر ومايك خداو الايباد وبداو كيقراو في القصه حتى تقطع الضوء عاوتاني. مشى مايك يجيب باش يصوبو وبقى اوليفر كيلعب بالليزر. خرج على برا وكانت الساحه قدامه خاويه بزاف حتى الليزر ما بقاش كيبان. اوليفر خدا واحد اليد كتلصق ديما كيلعب بيها ورماها قدامه فلصقات في شي حاجه، مع العلم ما كانت حتى حاجه تما. ورجع كيجري عند باه، وهنا بدا باه كيشوف داكشي اللي صورات الايباد وشاف الكائن فاش هز ولدو. وهنا مايك تخلع بزاف وهز ولدو وخرج من تما. مايك قال لساره ما بقى فاهم والو وهادشي اللي شاف ما كيدخلش للعقل، وقال ليها شفت كائن في الكاميرا وكيشبه لداكشي اللي كيرسم الدري ديما. وفهموا باللي هاد الكائن غادي يبقى ديما معاهم وتابعهم ولكن ما غاديش يقدروا يشوفوه. وقرر يهرس الايباد حيت ممكن يتهناو منه، وفعلا داكشي اللي دار وجاب مطرقه وهرسها. وهنا عرفنا باللي لاري حاضي وكيشوف كل شيء من الايباد. الغد ليه كان اوليفر في المدرسه وجا عنده جون وقال ليه ما تخافش حيت صافي راه تهناو من لاري. نمشيو عند مايك اللي جالس في خدمته عادي حتى خدمات القصه في تليفونه. خداها وبدا كيقرا فيها باش يعرف النهايه ديال هادشي شنو هي. وغير كمل القصه عرف باللي لاري كيقلب على صديق ليه يبقى ديما معاه. شويه انذار الطوموبيل خدم. مايك كان باغي يخرج فتسد عليه الباب، حاول حتى عيا وما قدرش يخرج. شويه بدا كيسمع خطوات كتقرب ليه، خدا تليفونه وجبد الكاميرا كيقلب على لاري حتى شافو ودخل عليه للمكتب وكان فوق راسو. وفي الاخير قدر مايك يخرج من تما وسد عليه الباب. خدا الطوموبيل وشد الطريق بسرعه. شويه بداو الضوا في الطريق كيطفاو، وفاش جبد الكاميرا شاف لاري وراه وبكثره التوتر والخلعه دار قصيده. السبيطار صوناو لصاري علموها بداكشي اللي طرا لمايك حتى بدات كتسمع صوت لاري في التليفون. وفاش دخلت للدار شافت التلفازه شعلات بوحدها وكيتقلبوا الاذاعات بوحدهم. وقال ليها لاري انا ما غاديش نخليكم في راحتكم حتى تكملوا القصه كلها. شويه بدات القصه كتبان في التلفازه، وفاش كملوها عرفات باللي لاري ما غاديش يتهنى حتى ياخذ ولدها اوليفر حيت هو كيحس بالوحده. وهنا خدات كاع الاجهزه اللي فيهم الشاشه ولاحتهم برا. وفاش بغات تهرب من الدار هي وولدها بدا لاري كيخرج طرف بطرف من الشاشات اللي برا. خافوا ورجعوا تخباو في الدار. شويه سمعوا لاري فتح الباب وجاي داخل، تخباو في البيت. وفاش دخل عليهم اوليفر قدر يعرف جسمه اللي كان كيبان مصنوع بالطاقه الكهربائيه، وعرف باللي لاري كيبان غير الا كان الضو قريب منه. وفاش بغاو يهربوا اوليفر بدا كيهرس في كاع البولات اللي كاينين في الدار، وهكا قدر لاري يغبر وقدروا هما يخرجوا من الدار. اوليفر نطق اول كلمه وقال الحقل، اللي بغى يقصد بيها يمشيو للحقل حيت ما كاينش فيه الضو. ماما فرحات به بزاف حيت قدر يهضر وحيت قدر يعتقهم من الوحش. ولكن شويه سمعوا صوت لاري جاي ليهم تاني، وللاسف قدر يخرج من تليفون اوليفر اللي كان توضر ليه نهار لاحوه ليه صحابو في الحقل. بقى لاري تابعهم حتى قدر يشد في اوليفر ومد له يدو كيعرض عليه الصداقه ويمشي معاه للعالم ديالو. ولكن ساره ضحات براسها وشدات في يد الوحش، وفي البلاصه تحولات وماتت. وهي دارت هاد الشيء باش تنقذ ولدها منه. دازت الايام ومايك تشافى وخرج من السبيطار
وهذا الوقت كله داز وما كاين حتى شي خبر على سارة ولا لاري. وقرر مايك يرفع دعوة ديال الاختفاء باش يقلبوا على مراته. ومن داك النهار بقى كياخذ ولده للجلسات العلاجيه. ومن بعد شي ايامات اوليفر وجون ولاو صحاب. وفي واحد النهار خرجات ليهم سارة بالليل وكان اوليفر بوحدو اللي قادر يشوفها، اما مايك فقدر يشوفها غير بالكاميرا وحزن بزاف فاش عرفها مشات من العالم ديالهم وما بقاتش غادي ترجع ليهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.